قبل أن تبدأ بناء منزلك، هناك حقيقة مهمة يجب أن تعرفها. أغلب الناس لا تخسر المال بسبب ارتفاع الأسعار فقط، بل بسبب أخطاء بسيطة كان يمكن تجنبها منذ البداية. في هذا الفيديو سنكشف 7 أخطاء شائعة عند بناء منزل في المغرب قد تكلفك آلاف الدراهم إذا لم تنتبه لها. الخطأ الأول هو البدء في البناء بدون عقد مكتوب. الكثير يعتمد على الاتفاق الشفهي مع المعلم أو المقاول، وعند حدوث أي خلاف لا يجد ما يثبت الاتفاق. وجود عقد واضح يحدد التكلفة ومدة الإنجاز وطريقة الدفع يحميك من مفاجآت غير سارة. الخطأ الثاني هو عدم وضع ميزانية احتياطية. بعض الناس يحسب التكلفة بدقة، ثم يبدأ البناء بكل ما يملك من مال، وعند ظهور مصاريف إضافية يتوقف المشروع. من الضروري إضافة ما لا يقل عن 10 إلى 15% من الميزانية كمبلغ احتياطي للطوارئ. الخطأ الثالث هو محاولة التوفير في الأساسات. الأساس هو أهم جزء في المنزل، وأي ضعف في هذه المرحلة قد يؤدي إلى مشاكل هيكلية خطيرة مستقبلاً. اختيار حديد أو إسمنت بجودة منخفضة لتقليل التكلفة قد يكلفك أضعاف ذلك في الإصلاحات لاحقاً. الخطأ الرابع هو اختيار عمال فقط بسبب السعر الأرخص. السعر المنخفض لا يعني دائماً صفقة جيدة. عامل غير محترف قد يسبب أخطاء في القياسات أو في صب الخرسانة أو في تمديدات الكهرباء، مما يؤدي إلى إعادة العمل ودفع تكاليف إضافية. الخطأ الخامس هو شراء مواد البناء دفعة واحدة دون متابعة الأسعار. أسعار الحديد والإسمنت تتغير باستمرار. شراء كمية كبيرة في وقت غير مناسب قد يجعلك تدفع أكثر من اللازم. من الأفضل متابعة السوق وشراء المواد الأساسية في الوقت المناسب. الخطأ السادس هو إهمال العزل المائي والحراري. الكثير يركز على الشكل الخارجي وينسى حماية المنزل من الرطوبة والتسربات. إصلاح مشاكل الرطوبة بعد السكن أصعب وأغلى بكثير من تنفيذ العزل بشكل صحيح منذ البداية. الخطأ السابع هو عدم مراقبة الورش بشكل منتظم. حتى لو كان لديك مقاول تثق به، من المهم زيارة الورش باستمرار أو تعيين شخص يراقب سير العمل. التأكد من احترام المخطط واستعمال المواد المتفق عليها يمنع الكثير من الأخطاء قبل أن تتحول إلى مشاكل كبيرة. هناك أيضاً خطأ إضافي يقع فيه البعض، وهو التسرع في اتخاذ القرارات. اختيار السيراميك أو الأبواب أو تصميم المطبخ تحت ضغط الوقت قد يؤدي إلى ندم لاحقاً. خذ وقتك في المقارنة والاختيار، لأن هذه التفاصيل ستبقى معك لسنوات طويلة. بناء منزل هو مشروع عمر، وكل قرار تتخذه اليوم يؤثر على راحتك في المستقبل. التخطيط الجيد، اختيار المواد المناسبة، والالتزام بميزانية مدروسة هي مفاتيح النجاح. إذا كنت تفكر في بدء مشروع بناء قريباً، فاحرص على تجنب هذه الأخطاء حتى تحافظ على ميزانيتك وتتجنب الخسائر غير المتوقعة. إذا وجدت هذا الفيديو مفيداً، تابع القناة، لأننا سننشر فيديوهات قادمة حول طرق تقليل تكلفة البناء دون التأثير على الجودة، وأسعار مواد البناء المحدثة، ونصائح عملية لكل من يريد بناء منزل في المغرب. إلى اللقاء في الفيديو القادم.